يلا بقى ندخل على اكزام موديل 3. طيب بيقول لك ايه اكزام موديل 3؟ when temperature of a body change from 50 to 50 فahrenheit to 80 to 280 كلفن، الانترنال انرجي اللي بيحصل لها. طيب انا بدايه كده حاول الاثنين للسيليزيوس. ماشي يلا بينا. تمبريتشر بالسيليزيوس بتساوي تمبريتشر بالفahrenheit ماينس 32 تايمز 5 اوفر 9. انا هشوف يعني انا عايز اعرف الحراره اللي حصل لها اصلا. تعال نشوف اهو. يبقى 50 ماينس 32 تمام تايمز 5 اوفر 9 تطلع الاجابه 10. يبقى هنا درجه الحراره كانت 10 سيليزيوس. اوكي. 280 كلفن، طبعا احول من كلفن لسيليزيوس. التمبريتشر بالكلفن كانت بتساوي التمبريتشر بالسيليزيوس بلس 273، يبقى التمبريتشر بالسيليزيوس بتساوي التمبريتشر بالكلفن ماينس 273. فانا هعمل هنا 280 ماينس 273 تطلع معاك 7 سيليزيوس. عشان بس ايه ما نلفش وندور على بعض. هي كانت 10 سيليزيوس اصبحت 7 سيليزيوس. درجه الحراره قلت يبقى الانترنال انرجي قلت بكل بساطه، يبقى الاجابه ديكريز. لكن فahrenheit وكلفن مش هعرف اتعامل. السؤال اللي بعده in the following ماشي the specification of 4 water samples each of mass. انت عندك 4 water samples ماشي each of mass 1 كيلو جرام. 2 samples salt water 2 سامبل يعني انت عندك 4 ميه، 2 منهم salt water و2 منهم فريش ووتر. حلو. with the same concentration and 2 samples are fresh water. Which of these samples has highest density؟ مبدئيا كده الدنسي بتاعت السولت ووتر اعلى بكتير من الدنسي بتاعت الفريش ووتر. الدنسي بتاعت السولت ووتر اعلى من الدنسي بتاعت الفريش ووتر. حلو خالص. فمبدئيا هقول له ان الدنسي بتاعت السولت ووتر اعلى من الدنسي بتاعت الفريش ووتر، يبقى الهايست هي السولت ووتر. طيب يبقى الفريش ووتر غلط. هل السولت ووتر اعلى عند 4 ولا عند 8؟ عند 4 طبعا لان اعلى دنسي عند 4. اذا بكل بساطه الاجابه ايه؟ شايف سؤال سهل جدا مش محتاج اي مشكله. طيب question number 3 بيقول لك ايه؟ The opposite figure الرسمه اللي قدامك represent 3 zones x y z. ماشي يلا كمل. In the ocean water which of these zones is the most suitable for the existence of autotrophic algae؟ مين من دولة الالجي تحب تعيش فيها؟ الالجي بتحب تعيش near to the surface عشان تقدر تعمل عمليه الفوتوسينثيز بروسيس عشان الشمس توصل لها. فمبدئيا كده الالجي هتحب تعيش في زون اكس. طيب question number 4 بيقول لك which of the following is or are present in all illustrated cells؟ مبدئيا كده الموجود في كل السيلز هو السيل ممبرين او البلازما ممبرين. من غير ما افكر هو السيل ممبرين. السيل وول مش في كل السيلز. البلاستيد في البلانت بس. النيوكليوس مش عند البكتيريا. يبقى اللي موجود عند كل السيلز مليار في المية هو السيل ممبرين. question 5 when صوديوم بايكربونات، طبعا صوديوم بايكربونات NaHCO3. مبدئيا كده ده سترونج بيز وده ويك اسيد، يعني الصوديوم بايكربونات دوت ماده بيزك. حلو كمل. is added to a cylinder. بيقول لك انا زودت صوديوم بايكربونات اللي هو الماده بيزك على سلندر جواه كميه من الامونيوم كلورايد، جواه كميه ميه من الامونيوم كلورايد. طبعا الامونيوم كلورايد NH4Cl ده ويك بيز وده سترونج اسيد، يبقى الامونيوم كلورايد ماده اسيدك. انا بضيف الصوديوم بايكربونات على الامونيوم كلورايد، يعني دوت كانت ماده اسيدك انا ضفت عليها ماده بيزك. تاني انا بضيف الصوديوم بايكربونات اللي هو ماده بيزك لان ده سترونج بيز ده ويك اسيد، فمبدئيا دوت ماده بيزك، وعلى الامونيوم كلورايد اللي هو ماده اسيدك انا بضيف ماده بيزك على ماده اسيدك. ساعتها البي اتش هتحصل لها ايه؟ مبدئيا كده الماده الاسيدك البي اتش بتاعتها كانت قليله. انا لما ازود عليها ماده بيزك يبقى انا بزود البي اتش. تمام؟ يبقى البي اتش هتزيد. ليه يا مستر؟ ما يا حبيب قلبي دي ماده اسيدك البي اتش بتاعتها قليله. من ايه اسيدك؟ البي اتش بتبقى قليله. طبعا انت عارف ان البي اتش بتتراوح من 0 ل 14 في النص 7، اقل من 7 اسيد اعلى من 7 بيز، فده ماده اسيد يبقى البي اتش بتاعته قليله بكل بساطه. انا زودت له ماده بيز يبقى البي اتش هتزيد.
مش محتاج حاجه. سؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ Which of the following represent مين من دول بيوضح the relation between the vapor pressure of solution and the amount of solute. حلو، انا لسه قايل لك كل لما السوليوت او الملح بيزيد عامه الفيبور بريشر بيقل، البويلنج بوينت بتزيد، وقلت لك هنا الفريزنج بوينت بتقل. لسه قايل لك في الامتحان اللي فات او اللي قبله. يبقى كل لما ازود السوليوت الفيبور بريشر بيقل. خد بالك هو عامل مقارنه ما بين السوليوت والفيبور بريشر، يبقى العلاقه بينهم انفرس. مين هنا انفرس؟ سي، يبقى الاجابه سي بكل بساطه. السؤال اللي بعده which of the following is not from the structural adaptation of dolphins. مين من دول مش من الاستراكشر ادابتيشن بتاع الدولفين؟ اولا انت عارف تفتكر الاستراكشر ادابتيشن بتاع الدولفين. الدولفين كان عنده فينز رغم ان هو مامل، الا ان هو كان عنده فينز. كان عنده ستريم لايند بادي، ستريم لايند بادي. الدولفين كمان كان عنده توب اوبننج او بلو هول، توب اوبننج. دولت الاستراكشر ادابتيشن. هو بيقول لك مين مش من الاستراكشر ادابتيشن بتاع الدولفين؟ ستريم لايند بادي لا استراكشر ادابتيشن. بريسنس اوف فينز استراكشر ادابتيشن. بريسنس اوف بريسنج اوبننج استراكشر ادابتيشن. لارج سايزد اي، هو اصلا الدولفين ما عندوش لارج سايزد اي، عنده عين صغيره، يبقى الاجابه دي ديت مش استراكشر ادابتيشن للدولفين. سؤال رقم 8 question 8 when the nutrients excessively increase. لو النيوترينتس زادت قوي في الميه، لو النيوترينتس زادت قوي في الميه in the aquatic system this leads to، ده يؤدي الى، لو النيوترينتس زادت بيعمل abnormal algal blooming. ليه يا مستر؟ لو النيوترينتس زادت الالجي هيزيد جدا 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 وبيعمل abnormal algal blooming. الاجابه سي. which of the following statement is correct about the adaptation of shark fish with water pressure. حلو، مبدئيا كده الشارك فيش دوت كارتيلوجينوس فيش، سمكه عندها غضاريف، كارتيلوجينوس فيش، كان عندها اويل كتير. هل هي عندها اير بلادر؟ لا. اير بلادر؟ لا. هل عندها بوني سكيلتون؟ لا. كارتيلوجينوس سكيلتون؟ اه. وبيديها فلكسبيليتي؟ ايوه. يبقى الاجابه دي سهله قوي. طبعا الشارك والري فيش هم اللي عندهم كارتيلوجينوس سكيلتون. question 10 which of the following arrangement correctly describe the order of forming sulfuric acid rain. في البدايه خالص ازاي بيتكون السلفوريك اسيد رين؟ انا بحرق الفيول. لما بحرق الفيول ده بيطلع سلفر دايوكسيد. السلفر دايوكسيد بيتفاعل مع الاكسجين ويتحول لسلفر ترايوكسيد. السلفر ترايوكسيد بيتفاعل مع الميه ويطلع سلفوريك اسيد. يبقى هو كان SO2 هيبقى SO3 هيبقى H2SO4. اذا الاجابه تبقى B. water in the liquid state contain. الووتر وهي ليكويد عندها ايه؟ هل عندها كوفالنت بوند اونلي؟ لا. هيدروجين بوند اونلي؟ لا. كوفالنت اند هيدروجين بوند؟ اه. الاجابه سي. حلو. السؤال اللي بعده two identical quantities 1 and 2 of the same gas. عندك two identical quantity يعني عندك جاز نفس الجاز، الجاز دوت 1 وده جاز، دي كميه ودي كميه، تمام؟ نفس الجاز. if the temperature of quantity 1 is greater than of quantity 2. لو دوت التمبريتشر عنده عاليه وده التمبريتشر عنده قليله، بيقول لك قارن لي ما بين تمبريتشر قليله الفي ار ام اس بتاع 1 والفي ار ام اس بتاع 2. طيب مبدئيا كده الفي ار ام اس اللي هي سرعه الغاز. سرعه الغاز او الفي ار ام اس دي معلومه مهمه جدا، بتعتمد على حاجتين، الماس والتمبريتشر. سرعه الغاز تعتمد على حاجتين، الماس والتمبريتشر. نحفظ جمله مع بعض، التمبريتشر صاحبتها والماس عدوتها. ها، الفي ار ام اس اللي هي سرعه الغاز، التمبريتشر صاحبتها والماس عدوتها. يبقى السرعه التمبريتشر صاحبتها والماس عدوتها. تعال نشوف، كل لما التمبريتشر تزيد سرعه الغاز تزيد، كل لما التمبريتشر تقل سرعه الغاز تقل. طيب امسك لي الماس، لو الماس زادت السرعه تقل، لو الماس قلت السرعه تزيد. يبقى سرعه الغاز بتعتمد على حاجتين، الماس والتمبريتشر. التمبريتشر صاحبتها والماس عدوتها. حلو خالص. طيب هو بيقول لي اعمل مقارنه بين في ار ام اس ال1 وفي ار ام اس ال2. طيب 1 عنده تمبريتشر عاليه يبقى عنده سرعه عاليه، 2 عنده تمبريتشر قليله يبقى عنده سرعه قليله. انا بقسم سرعه عاليه على سرعه قليله تطلع الاجابه جريتر ذان 1. طيب اللي انا قلته مهم قوي، سرعه الغاز بتعتمد على حاجتين،
ايه هم يا مستر؟ اول حاجه الماس، رقم 2 التمبريتشر. التمبريتشر صاحبتها والماس عدوتها. التمبريتشر تزيد السرعه تزيد، التمبريتشر تقل السرعه تقل. الماس تزيد السرعه تقل، الماس تقل السرعه تزيد، وهكذا. طيب ندخل على question number 13. بيقول لك ايه؟ when moving barometer، لما ننقل الباروميتر من الفوت اوف ماونتن تو اتس توب. انا عندي ماونتن اهو، وكان عندي باروميتر. طبعا انت عارف الباروميتر ده شكله. طبعا هنا في ضغط هواء كتير، الميركوري بيبقى طالع لفوق، لان الهواء بيضغط فالميركوري بيطلع لفوق. انا خدت الباروميتر حطيته فوق كده، الضغط هنا قليل فالميركوري بينزل لتحت ويملى الطبق. بص اللي حصل، هو تحت الهواء بيضغط على الميركوري، فالميركوري اللي في الطبق بيقل واللي في الجهاز بيزيد لانه بيضغط على الميركوري اهو. بص اهو، ده الجهاز ده جواه ميركوري من هنا. كل لما الضغط يزيد الميركوري اللي في الطبق يقل والميركوري اللي في الجهاز يزيد. بص هو بيضغط كده فالميركوري يطلع. طب ما هنا انا عندي ضغط كتير فالميركوري اللي في الطبق هيقل والميركوري اللي في الجهاز هيزيد. طب انا طلعته لفوق الضغط هيقل، يعني الميركوري اللي في الطبق هيزيد. هو بيقول لي كميه الميركوري اللي في الطبق ايه اللي هيحصل لها؟ كميه الميركوري اللي في الطبق لو انا طلعته من تحت لفوق كميه الميركوري اللي في الطبق هتزيد، يبقى الاجابه انكريز. تاني، تحت الضغط شديد فالميركوري اللي في الطبق بيقل عشان يدخل جوه الجهاز ويطلع. فوق الضغط قليل فالميركوري اللي في الطبق بيزيد. السؤال اللي بعده، the two process in which the physical state of water is similar. ماشي. immediately after their occurrence. مين العمليتين اللي فيهم حالة المية بتبقى متشابهة؟ الفيزيكال ستيت يعني سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ evaporation وكوندنسيشن. evaporation المية بتبقى فيبور، كوندنسيشن المية بتبقى ليكويد. لا دول مش متشابهين. كوندنسيشن وترانسبيريشن. كوندنسيشن المية بتبقى ليكويد، الترانسبيريشن بتبقى فيبور، مش متشابهين. ترانسبيريشن وايفابوريشن، في الترانسبيريشن الميه بتبقى فيبور، الايفابوريشن الميه بتبقى فيبور. دول متشابهين. اجابه سي، لان النبات لما بيطلع بخار الميه بيعملوا ايفابوريشن، فبكل بساطه الاجابه تبقى سي. طيب question 15 يلا. بيقول لك which of the following layers has the least thickness؟ مين من دول عنده اقل thickness؟ الاوزون لاير في الاستراتوسفير حوالي 20 كيلو، لان هو بيمتد من 20 ل 40، بس هو مش قال كده في كتابه، هو قال ان هو بيمشي في الاستراتو كلها في ال 40 كيلو ايا كان. التروبوبوز 1 كيلو، التروبوبوز 1 كيلو اول كيلو في الاستراتو. الايونوسفير لاير لا دي بتمتد من 80 ل 155، ده كتيره جدا. all 3 لايرز نفس السكنس لا، يبقى مبدئيا كده اقل سكنس هو التروبوبوز. حلو. which of the following figure represent the correct path of the water getting out from the two opening 1 and 2؟ طيب مبدئيا كده مين اللي عليها ضغط اكتر؟ 2. طالما عليها ضغط اكتر الميه هتطلع اكتر، ف2 الميه هتطلع شديده جدا، لكن 1 الميه هتطلع قليله جدا. يبقى في 2 الميه طلعت مندفعه. ليه في 2 الميه طلعت مندفعه؟ لان ضغط الميه شديد، ففي 2 الميه طلعت مندفعه، لكن في 1 ضغط الميه قليل فالميه طلعت قليله. يبقى الاجابه هتبقى بي بكل بساطه. question number 17 بيقول لك in the life cycle of salmon fish، في اللايف سايكل بتاعت سمك السلمون، which of the following stages، مين من الفولوينج stages ديت live all of its life in an aquatic environment of low osmotic pressure؟ مين من دولت بتعيش كل حياتها تمام في اللو اوزموتيك بريشر؟ لو اوزموتيك بريشر، لو اوزموتيك بريشر يعني فريش ووتر. مين من دول بتعيش كل حياتها في فريش ووتر؟ خد بالك لو اوزموتيك بريشر يعني ما عندها ملح قليل يعني فريش ووتر. هل الايج بيعيش كل حياته في فريش ووتر؟ طبعا. ايجز ويانج لا، الايجز بتعيش في فريش ووتر كل حياتها، لكن اليانج بيجي عليه وقت ويروح السولت ووتر تمام ما يوصل للجوفينايل مرحله الشباب شويه. الادلت سالمون اصلا سولت ووتر، يانج اند ادلت سالمون لا. هو بيقول لك مين بيعيش في لو اوزموتيك بريشر، يعني مين بيعيش كل حياته او كل فترته في الفريش ووتر؟ الايجز. سؤال اي تي which of the following is from the reasons of global warming phenomena؟ مين من دول سبب الجلوبال وارمنج؟ هل حرق الفوسيل فيول؟ طبعا،
لان انا لما بحرق الفوسيل فيول بيطلع لي كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد واحد من الجرين هاوس جازس اللي بيحبس الحراره في الارض فبيعمل جلوبال وورمنج. السؤال اللي بعده body has mass 70 كيلو جرام بدل ماس temperature of 98.6 فahrenheit يبقى دي T1 and specific heat 3400 جول بير كيلو جرام باي كلفن يبقى ده C. the required amount of heat عايز يحسب الكيو by the body to raise its temperature to 102.2 فahrenheit يبقى دي T2. يلا طبعا سيادتك عارف ان كيو بتساوي ام في سي في دلتا تي. انا معايا الام سهله جدا، معايا السي سهله جدا، ناقص احسب الدلتا تي. بس انا مش عايز احسب الدلتا تي بالفahrenheit، انا هحسبها بالسيليزيوس، فانا اجيب منها السيليزيوس ومنها السيليزيوس. لو كان مدالي بالكلفن كان عادي خالص، الدلتا تي بالكلفن هي نفس الدلتا تي بالسيليزيوس، لكن بالفahrenheit الموضوع مختلف شويه. فانا اعمل ايه بقى؟ احول من فahrenheit لسيليزيوس. تعال نحول من فahrenheit لسيليزيوس. طبعا انت عارف ان التمبريتشر بالسيليزيوس ايكوال التمبريتشر بالفahrenheit ماينس 32 تايمز 5 اوفر 9. حلو؟ يلا بينا نحول واحده واحده. اللي فوق ديت تبقى 98.6 ماينس 32 تايمز 5 اوفر 9 تطلع الاجابه 37 يبقى دي ب 37. طب هنا نفس الكلام بس ابدل تبقى 102.2 ماينس 32 تايمز 5 اوفر 9 تطلع معايا 39. مبدئيا كده الدلتا تي بتساوي تي 2 ماينس تي 1 بتساوي 39 ماينس 37 تطلع 2. الام طبعا نحسب 70 تايمز السي 3400 تايمز الدلتا تي ب 2. تعال نحسب 70 تايمز 3400 تايمز 2 تطلع معايا 47600 يعني تعتبر 4.76 تايمز 10 باور 5. 10 باور 5 1 2 3 4 5 يبقى 4.76 تايمز 10 باور 5 اللي هي يعتبر 4.8 تايمز 10 باور 5. اذا الاجابه تبقى بي. السؤال اللي بعده What is the effect of lens absorption to UV؟ لو في لينس اتعرضت ل UV on the light transmittance to retina. لو انت عندك دلوقتي عين اهي يا ولاد، عين يا ساتر، عندك عين والعين دي اتعرضت لليو في. طبعا ده بيعمل كاتاراكت. الكاتاراكت بيؤدي الى اظلام عدسه العين فالضوء مش هيعرف يعدي. فبيقول لك هنا ايه تاثير تعرض اليو في بالنسبه لسريان الضوء؟ الضوء هيقل، تعديه الضوء هتقل، مش هتوصل للريتنا. الريتنا ديت هي الغلاف اللي من ورا، مش توصل للريتنا. يبقى اللايت ترانسميشن ديكريز لان خلاص حصل هنا اظلام في عدسه العين فتعديه الضوء هتقل. ندخل على الايساي بيقول لك قارن ما بين الوود فروج والايس فيش والثورني ديفل ليزرد بالنسبه للادابتيشن. مبدئيا كده الوود فروج، بالنسبه للوود فروج طبعا دي عايشه في غابات كندا والالاسكا. الوود فروج بتعمل freezing in winter، freeze its body in winter and كمان بتعمل ايه؟ stop breathing بتوقف التنفس، stop heart beats بتوقف ضربات القلب، بتوقف التنفس بتوقف ضربات القلب and produce او secrete بتطلع large amount of glucose، بتطلع كميه كبيره جدا من الجلوكوز to act as antifreeze عشان يشتغل كانه antifreeze. حلو، ده اول حاجه. رقم ده بالنسبه للوود فروج عشان يحافظ عليها. اول ما يجي السمر التلج بيسيح ويرجع الهارت بيتس تشتغل تاني. انت اكتب بقى when the summer comes the ice melt and the heart beats start to work again. تمام؟ طيب ده بالنسبه لاول واحد. الايس فيش، الايس فيش سكريت بتطلع حاجه اسمها انتي فريز بروتين. انتي
فريز بروتين. الايس فيش بتطلع انتي فريز بروتين مش تعمل نفسها من التلج. طب الديفل ليزرد عندها سبيشال تشانلز. السبيشال تشانلز ديت ابزورب ووتر فيبور او ابزورب هيوميديتي، بتمتص الرطوبه. دايركت ايت تو ذا ماوس. الانابيب ديت بتمتص الرطوبه وتودي الرطوبه ديت في هيئه ميه للماوس عشان هي تحس ان جسمها هيدريتد. and the lizard feel hydrated، تحس ان هي شربت ميه. السؤال اللي بعده what is the effect of decrease the level of dissolved carbon dioxide؟ ايه اللي هيحصل لو الكربون دايوكسيد قل on the energy flow when the carbon dioxide decrease the algae decrease and the mollusks decrease and the small fish decrease and the large fish decrease which lead to ecological imbalance. كل سنة وانت طيب. يلا بقى ندخل على exam model 4.